معايا في قناتي مطبخ ومنوعات كاتيا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه اللي حضرتها معكم البارح، اللي هي كيكه بدون طاحين وبذوق الليمون. صدقوني ناجحه 100%، ولو كان ما كانتش ناجحه ما نحضرهاش وما نحطها لكمش في قناتي. بالنسبه للوصفه تاع نهار اليوم، راني رايحه نحضر معاكم مخبز تاع الكاوكاو. صدقوني يجي بنين ويدوب في الفرن في نفس الوقت، والمقادير تاعو نعطيها لكم دوكا. واش نسحق في الوصفه تاع نهار اليوم؟ بسم الله. نسحق 3 كيلات تاع كاوكاو كيما راكم تشوفوا. انا واش درت له قبل ما نرحيه ولا نطحنو في الطحانه الكهربائيه ولا في الروبو، واش درت؟ حمصته قبل في الفوق. واش معناتها؟ شعلت الفوق خليته حتى سخن، جون ما تحطوا الكاوكاو تاعكم ولا اللوز ديالكم ولا اي حاجه تحمصوها كيكون الفوق ديالكم بارد، لاخاطش راهو رايح هذاك الزيت ما ينشفش مليح وما ينشفوش المكسرات ديالكم. واش معناتها؟ معناتها قبل ما تدخلوا اي حاجه داخل الفوق واش ديروا؟ شعلوا الفوق، سخنوه بيان، من بعد دخلوا المكسرات تاعكم. انا دخلته مده دقيقتين برك، قيس ما نشف كاع الكاوكاو ديالو، عفوا من الزيت ديالو. من بعد خرجته خليته حتى برد بيان سور. من بعد شوفوا كيفاش رحيته، ترحوه هكذا خشين شويه، ما ترحوش حتى يولي كي الفارينه، ما يجيش مليح، لاخاطش رانا رايحين نعاودو نرحوه في الروبو ديالنا. ما نطولش عليكم، واش نسحق في الوصفه تاع نهار اليوم؟ بسم الله. نسحق 3 كيلات تاع كاوكاو محمص ومطحون، نسحق معاه كيله تاع السكر. انا بهاد الطبسي اللي درت الكيل تاع هاد الكاوكاو اللي عندي، نسحق معاه بسم الله مغرفه كيما راكم تشوفوا تاع كبيره تاع الاكل تاع مارغرين طريه. عندي 2 حبات كبار تاع الليمون مسكرفجين، سكرفجو فداك الصغير كاع. نسحق ايضا عطر الليمون، وإلا عندكم عطر اللوز تقدروا تاني تضيفوه ليكستري تاعكم تاع اللوز. عندي مغرفه كبيره تاع العسل، وعندي البيض باش نلم المخبز ديالي. بالنسبه للبيض ما نقدرش نعطيكم تسمى لا كونتيتي ولا عدد البيضات اكزاكت. واش ندير دوكا؟ كي نديروا هاد الوصفه نشوفوا شحال خدالنا البيض ديالنا. نبداو بسم الله بتحضير الوصفه تاع نهار اليوم. واش ندير؟ نشد هاد الكاوكاو ديالي اللي قلت لكم عليه 3 كيلات، نضيف له بسم الله كيله تاع السكر، ونخلطو قبل هكذا باش نعاود نديرو في الروبو باش يتنرحى هكذا، باش ندخلو كاع هذاك السكر. بالمناسبه كي تحطوا الكاوكاو ديالكم يتحمص، خلوه ينشف مليح باش تروح منه هذيك الريحه تاع الكاوكاو. وهذيك الملعقه تاع العسل اللي راكم رايحين تضيفوها، هي اللي راهي رايحه تخلي المخبز ديالكم يقعد مده طويله وما ييبسش. واش ندير دوكا؟ بعد ما خلطت ودخلت كاع داك السكر في الخليط ديالي تاع الكاوكاو، واش ندير؟ نشد لي كيلت بيها، نرفد بسم الله، نشد الغوبو ديالي دقيقه برك. هاد الغوبو هو اللي كنت رحيت فيه الكاوكاو، ما غسلتوش لاخاطش راني رايحه نعاود نرحي فيه. واش درت؟ كما قلت لكم نرفد بسم الله كيله هايك. شوفوا انا كاش عمرت هكذا، عمرت الكاوكاو ديالي وهكذا عمرت السكر ديالي، ونفرغها في هذا بسم الله الروبو ديالي باش نعاود نرحيه. لخاطرش لو كان ما تزيدوش السكر لهذا الخليط وترحوه راهو رايح برومييرمون ما يجيش معسل، ودوزيامون كي ترحوا الكاوكاو ديالكم يجيكم قطقوش عجينه وما يجيش مليح، راهو رايح يبسلكم تمتم. ويجيكم معجن. واش ندير انايا؟ كما قلت لكم بسم الله راني رايحه نرحي بسم الله الكاوكاو ديالي.
تشوفوا بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي مع السكر عاود ترديته في هاد القصعه ديالي. واش ندير دوكا؟ نفتتو هكذا، ولا كي تبقاو راكم تفتلوا فيه كيما ديروا للمقروط باش ما يقعدوا لكمش هادوك الكاوكاو هكاك محبحب، او ميم طون باش يسهل عليكم. شوفوا من بعد ما تضيفوا له السكر شوفوا كيفاش يولي القوام ديالو. معناتها يزيد يتنرحى. على بها قلت لكم ما ترحوش مليح الضربه الاولى، لاخاطش لو كان ترحوه مليح كي تضيفوا له السكر يجيكم معجن وما يجيش مليح. والميزه تاع هاد المخبز انكم كي تضيفوا له عفوا الملعقه الكبيره هذيك تاع العسل، هذيك ما راهيش رايحه تخليه ولا تاخذ لكم الوقت باش يريح، ولا تخلوه ليله كامله باش يريح، ولا 2 سوايع، ولا هي مجرد 5 دقائق. قيس ما تروحوا تغسلوا يدكم كي تعجنوا هاد المخبز ديالكم ولا تلموه، وهاد الملعقه تاع العسل صدقوني تزيد له الهشاشه لهذاك المخبز ديالنا. بعد ما كيما راكم تشوفوا فتت كاع هذاك الكاوكاو، واش ندير؟ نضيف ملعقه كبيره تاع مارغرين، شرط انها تكون لينه باش تساعدكم تخدموا بها. ونضيف معاها كما قلت لكم انا درت 2 حبات ليمون، اسكرفشت هذاك لو زست ديالهم، ونضيف تسمى كلش على ضربه ابار البيض اللي تضيفوه في الاخر باش تلموا المخبز ديالكم. ونضيف ملعقه بسم الله تاع العسل. بالمناسبه هذا العسل صنع منزلي يدوم لكم حتى عام، يقعد لكم معناتها عام. هذا ماما اللي عطاتني لا ريسيت، قالت لي كنا نديروها بكري، ندير لكم ان شاء الله الوصفه تاعو، ولا خاطش انا مازال لي شويه برك ويخلص لي منها نحضروا للعيد صغير باذن الله، للبقلاوه للمقروط. ونضيف بسم الله كما راكم تشوفوا ملعقه تاع عطر الليمون ولا لاغوم تاع القارص، هاي ليك. من بعد واش ندير؟ ندخل كاع هاد المكونات فيما بعضاهم حتى نبسس كاع هاد المخبز ديالي ونرجع لكم. بعد ما بسست المخبز ديالي واش ندير دوكا؟ شوفوا كيفاش يولي هكذا. واش ندير؟ نبدا نفقس في البيض ديالي بسم الله وحده بوحده. هاي ليك هذه الاولى، خاطش على بالي انا ما راهيش رايحه تديلي وحده، على بها ضفتها ديريكتومون. وهذه الثانيه، وهادو نخليهم اونكا خصني وحده ولا نزيد نفقسها. واش ندير دوكا؟ نسيي ندخل بسم الله هاد البيض في كاع هاد المخبز. كاين يقول لي علاه ما خلطتيش البيض ديالك باش تعرفي كيفاه تضيفيه. انا ما حبيتش نخلطو، نتوما حبيتو تخلطوه خلطوه نورمال. انا ندخل لازم كاع هاد البيض ديالي هاد الكاوكاو. نظن انه خلاص 2 بيضات يافو بالغارض ديالهم ديجا او بدا يجي معسل. شوفوا لازم يجي معسل او ميم طون شاد روحو. كما راكم تشوفوا بعد ما لميت كاع المخبز ديالي كيما شفتوا مع الاول كان معناتها تقولوا ما تخافوش كي يجيكم هكاك طالق روحو، لا خاطش راكم رايحين تدخلوا فيه كاع هذاك البيض ويجي هكذا الطري وشاد روحو. كيما قبيلات انا قلت باقي زدت بزاف البيض، بصح انا مو ندير المخبز وما عندي حتى خوف منه. عندكم البيض قلت لكم ضيفوا بشويه، انا لا بالي على بها ضبط 2 بيضات على ضربه، على بالي الكميه
باسكو موالفه بها. انا شحال خدالي هذا المخبز؟ خدالي غير كيلو تاع الكاوكاو. اللي تضاعف المقادير واش دير؟ تشري كيلو برطل ولا 2 كيلو وتقيس بطبسي ولا بول كبير ولا كاش اناء ولا وتتبع الطريقه ديالي. برك صدقوني ولا غير ينجح لها. انا 3 كيلات بالنسبه للسكر والعسل والزيت تاع القرص تنجمو تزيدو، بصح العسل ما تزيدوش بزاف لخاطر راكو درتو السكر ماشي معناتها. قلت لكم العسل هو السبب اللي يخلي المخبز تاعنا هشيش. راكو رايحين ديروا 2 الى 3 معالق عفوا، لخاطر هو رايح يجيكم بزاف مسكر وراكو رايحين تزيدوا له الطليه. سما نقصوا زيدوا عفوا في كاع المقادير غير لا عفوا ما دوبليو المقادير تاعكم في البيض برك، اما المقادير الاخرى تقعد نفسها. واش ندير دوكا انايا؟ شوفوا ها هي نشوف وحده ما تخافوش، نخليه في الثلاجه مده 5 دقائق فقط ونولي ليكم. خليتها 5 دقائق في الفريجيدير. شوفوا كيفاش ولا القوام تاعها متماسك. واش ندير دوكا؟ انا شديت ساشي ترونسبارون، ولا ما عندكمش نجمو تستخدموا فيلم اليمونتير ولا ساشي اللي تشلو فيه الخبز، نقسموها على 2 كيما درتو انايا. قسمتو، فرشت واحد من تحت على لاباط ديالي، ودوك نزيد ندير بسم الله الجزء الثاني هنايا ونفتح لاباط ديالي، بشرط اني لاباط هذه نفتحها خشينه. نشد الحلال ديالي بسم الله، نفتحها خشينه ما ترققوهاش. انا فتحت لاباط ديالي بالحلال ولا المخبز ديالي بالحلال. شوفوا السمك ديالو، دوقيس اصبع ديالكم هاوليك يجي قلت لكم خشين شويه ماشي حابطه بزاف كيما عجينه الصابلي، باش يجي القوام ديالها شباب. نعاود نرد لها الساشي ديالي ونشد المول اللي راني رايحه نستخدم به. هاد المخبز ديالي انا اخترت هذا تاع المقروطه. بون انا حنطبعه بهذا اللي راهو سامبل، نتوما تنجموا تستخدموا اي مول عندكم. بسم الله نطبعوا على هذا الكيس بسم الله هكذا، بشرط اني كل ما نطبع حبه نعاود نفتح هذاك الساشي هكذا باش هذوك الحبات الاخرين ما يتعبزوش، حتى نكمل كاع العجينه ديالي تاع هاد. طبعت كيما راكم تشوفوا الحبات ديالي كاع والعجينه هذه كي تقعد لي راني نعاود نلمها ماشي نعجنها، نلمها ونعاود نفتحها بنفس السمك. واش ندير؟ نشد المول ديالي بسم الله هكذا. راني حطيت المول، نشد الساشي كي لتحت كي لفوق، نفتح منها هذيك العجينه هكذا ونرفد الحبه ديالي تاع المخبز. شوفوا انا طبعت السنيوه الاولى تاع المخبز، شوفوا يجوا كاع بنفس القوام ونفس الشكل ما يجوش معوجين. واش ندير دوكا؟ انا سخنت الفوغ على درجه حراره 150 لاخاطش هما ماشي يطيبوا غير قيس ما ينشفوا، مده 15 دقيقه على درجه حراره قليله. راني نقول لك درجه حراره قليله. واش معناتها؟ معناتها 150 درجه. شعلوا لهم حتى ينشفوا شويه، ما تشعلوا لهمش من الفوق، شعلوا لهم غير من التحت مده 15 دقيقه. اللي عنده الفوغ تاعو زايد بزاف ما يقدرش ينقص له، واش يدير؟ يرفد سنيوه ما يحطهاش من التحت، وين يشعل من التحت حطوها من الفوق سما ليطاج تاعها الاخراني باش طيب له الحلوه تاعو بكل سهوله ولا تنشف، ويخليها غير مده 5 دقائق. انا نحط السنيوه تاعي الطيب ونعاود نولي لكم باش نوري لكم الشكل النهائي ديالها. ما طابت الحلوه ديالي كيما راكم تشوفوا هاي ليك قلت لكم تنشف برك ما تخلوهاش بزاف في الفوق 15 دقيقه حتى تنشف الحلوه تاعكم. و15 دقيقه هذه تحطوها على نار قليله، معناتها 140 الى 150 درجه. واش ندير دوكا؟ انا عندي هنا سيرو كيما راكم تشوفوا حضرت انا غير قيس لا كونتيتي اللي عندي. نتوما واش ديروا فيه؟ اذا كانت عندكم كونتيتي كيما انايا واش ديروا نص كاس تاع السكر مع كاس تاع ما، وزيدوا له اون ترونش تاع القارص وحطوهم
حتى تبدا تغلي. احسبوا لها 10 دقائق وطفولها، خليها حتى تبرد هي والحلوه تاعكم. فهاد الوصفه لازم كلشي يجي بارد باش ما يتفتلكمش المخبز ديالكم، وحتى هذيك الاخرى الشربات اللي حضرتوها ما تقعدش هكاك تطلق لكم كاع هذاك الكاوكاو تاع المخبز. واش ندير دوك انايا؟ بسم الله، نحط الحبات ديالي تاع المخبز هكذا، من بعد نرفدها ونديرها في الصفايه ولا اون غري هكا، حطوها حتى تقطر مليح. من بعد نروحو نديرو لها الطليه. انا نكمل كاع الحبات من بعد باش نروحو نديرو الطليه. الطليه كنت حضرتها، نتوما الطليه تلقاوها دوك. نحط لكم الوصفه تاع العرايش تلقاو فيها كيفاش حضرت الطليه. بالنسبه لا كولور تاع المخبز ديالي انا راني رايحه نديرو ابيض. واش درت؟ كيما راكم تشوفوا شديت كولورون ابيض. دوك نوريكم. دونك انا عندي زوج، درت شويه في هذا هاوليك باسكو داك المفتوح خبيته باش ما يقعدش يتفتت. هاوليك مكتوب ملون غذائي ابيض، حليته شويه ما زهر، ما ترموش هكاك لاخاطش يدير لكم حبيبات في الطليه ديالكم. من بعد واش ندير؟ نفرغ هذا الكولورون ديالي بسم الله بالعقل، ونشوف لا كولور اللي راني حبتها، ونخلط الطليه ديالي. من بعد في الاخير نعصر عليها عصره تاع القرص باش تجي لامعه. وتشوفوا بعد ما شربت الحلوه ديالي هذيك الشربات ونشفت، واش ندير؟ انا كنت حضرت الطليه معكم ودرتها كيما راكم تشوفوا في لابوشادوي باش تسهل لي الخدمه. واش ندير دوكا؟ بسم الله نبدا نطلي في الحلوه ديالي هكذا خير باش تجيني طريقه سهله، ماشي كل دقيقه نرفد بالمغرفه. والطليه لازم تتاكدوا منها، معناتها تشدوا وحده وديروا عليها تجربه. شوفوا الا ما طاحت لكمش كاع الطليه سما وتبدلت لا كولور تاعها ولا تبان لكم الحلوه ما ديروهاش. وإلا شفتوها الحلوه تاعكم تغطات كومبلي واش ديروا؟ الا ما تغطاتش عفوا زيدوا لها سكر كلاص حتى تجي الطليه ديالكم مليحه. لازم بشرط انكم تغطوا الحبات تاع المخبز كاع يتيك، ما تخلوش يبان كوتي مطلي وكوتي لا سينو الحبه تاع المخبز تاعكم ما تجيش بريزونطابل. كيما انا هنايا لازم نكملها. شوفوا انا الطليه ديالي ما حبطتش باسكو كنت درت سيت على هذه حبطت لي شويه، زدت لها سكر كلاص. دوك نكمل كاع الحبات تاع المخبز ونرجع لكم كيفاش نزينوهم. وتشوفوا بعد ما نشفت الحبه ديالي تاع المخبز من الطليه، شوفوا انا درتها في هذا النابخون. واش ندير دوكا؟ نشد الناكري ديالي. انا شديت ارجون هاوليك اللي راكم تشوفوا فيه، وعندي هنا طونجه سبيسيالمون للغاتو. واش ندير؟ نشد هاد البونجه ندير لها هكا ناكري ونمسح بسم الله الحبه ديالي تاع المخبز بكاع هاد الناكري. من بعد نشد هاد لي غوز ونديرها لها بسم الله في الوسط. شوفوا انا درت هذيك لا غوز تاع الحلوه في الوسط المخبز ديالي. من بعد نشد لي كيسات ونحطها لداخل. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعها شباب. انا نكمل الحبات ديالي ونوريكم الشكل النهائي ديالي. كيما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه ديالي تاع المخبز اللي حضرتها معكم نهار اليوم. دوك نقسم لكم حبه باش تشوفوها شحال تجي تذوب في الفرن. نحي لكم حبه باش نقسمها لكم بسم الله. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله معسله وتذوب تمتم ومبسه في نفس الوقت. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم وتشاركوا الاصدقاء تاعكم فيها. واذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم وتشتركوا في القناه ليصلكم كل جديد. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم. نلقاكم فيديوهات اخرى. باي باي.